كان يا ما كان، والكون مالك الرحمن، حتى كان الحبق والسوسان، ونصليو على نبينا العدنان. يا سادة يا كرام، في هاد المرة غادي نحكي لكم حكاية غريبة مفهومة ماشي صعيبة، والجلسة معاكم كلها طيبة. كان في شي وقت من الوقات تتعيش واحد العائلة فيها غير البنات، 3 شقيقات والرابعة ربيبة. كان باهم تيعاملهم معاملة وحدة، ما كاين فرق بين البكرة ولا الصغيرة، كل وحدة عنده أميرة. إلا أمهم دايرة فرق كبير ما بين بناتها اللي من كرشها وربيبتها اللي في عقلها ما دخلتها. منين كبرات ووعات هي اللي تتقضي وتتنضي، ومن تفضي تجلس على الغرزة والطرز ولا تخيط، ومنين عليها تعيط تلقاها قدامها تترعد من الخوف. سرها ديما مقطوف، وباها غير تيشوف عيب الحلوف، وغير تيحنت وهي بتمارة طحنت. وعاد كلفتها يوميا تعجن خبزة لكل واحد فيهم، وخبزة الأم تكون وافية شوية، تعجن وتعاين حتى تخمر، وتجمع العواد وتحمي الفران وتطرح وتفرق، وتحضر القدرة على الكانون، تحرك وتمرق، وتحلب وتمخض اللبن. جهدها تدفن في ديك الدار. وفي واحد النهار مع الزربة والخلعة والتلفة نسات ونبزت من خبزة مرت باها. قالت ليها يا أمي، حيت هي اللي رباتها، راه نسيتو بلا ما نشعر حصل هاد الأمر، وإلا بغيتي نمشي ندبر لك على خبزة في قياس خبزتك، ما فيا ما نهز قرصتك وضربتك. قالت ليها والو، من خبزتي ما نخلاق. وحتى حل معاها مالاق، وبدات تعاير وتسب وتضرب باللي لقات في يديها. والبنت مسكينة ما لقات غير رجليها، سبقوا الريح. ومرت باها تابعها وتصيح بغيت خبزتي، اعطيني خبزتي، وتشير وتشير حتى خيال البنت غبر وتلفات ما بين السواقي والشجر. وبلا ما تفكر في الامر قررت ما تولي، وبداتي لروحها تتسلي غير مخبعه وتطل. وفي الليل تيغطيها شعرها الطويل الكحل. حتى لواحد المره قررت تبدل المكان، تلقى فيه شي طمئنان. مشات حتى عيات، وهي تصادف عزيب واسع وعريض وبنيه غريب. طلت ودخلت، ما وجدت حتى واحد فيه، وتعجبت كيفاش حتى واحد ما حاضيه. شربت من عيونه الكتار، وكلت من خير الشجار، وحست بالنعاس دوخ ليها الراس. تكات وتمدات وغمضت عينيها، ولكن تلقات ودنيها عارفة راسها في خلا ماشي منزه في رحلة. ويالله بغات تغيب وهي تسمع صوت غريب، يلا حلوا البيبان وفرشوا بالزربة للسلطان، راه وصل العيان. بالزربة تنصبوا الخيام، مرت عمل كل شي عمل، لهلا يخطي حكام. والبنت غير شافت ما شافت وهي تلعتم، وبدات تخمم بحال اللي حصلات. الصوار عالية والحراس عينيهم تلقط الجوان. خمت مزيان وهي تدخل ما بين الغنم اللي عددها كان كتير، حدا جنب البير بعدا الما حداها، والله نجاها وحداها. يا سادة يا كرام، السلطان من ارتاح طلب مراية الهند، وبالو منظر من البعد وسط الغنم طرف كحل. وبلا ما يتعجل قال له وزيرو هاك شوف. قال له اياه يا مولاي، هذيك شي حاجة ماشي خيال. ودغيا طاحت له في البال، وقال له يا مولاي، في الحال توجد قطعة تريد بفروج بلدي لديد، يكون مالح ماشي مسوس، يبان حس هاد القنوس الانسي لا فيه الجوع ياكل، والجن ما يقرب لطعامنا. في لحظة كل شي بان قدامنا، وهذاك ما كان كلات وبردات ومن البير شربات، وعرفوه انس
ماشي جان. وقال لهم السلطان: حضروا قدامي اللي كان، وغير بالظرافة واللطافة، وكسوه بشي لحافة. والخف حضروا البنت وهي تترعد، ماشي من البرد، من الخوف. تلاقاو سنانها وتكمشوا يديها. قال لهم: خليوها. ومنين شاف فيها وتمعن، شاف قدامه جمال تيفتن، وعاود فتح عينيه مزيان حتى تيقن. وقال له وزيرو: امرهم يجمعوا باش نرحلو. وبدا المستشار تيشرح له. يتهلاو في البنت مزيان، ومنين لبسات زادت تواتات، وصبحت للة البنات، وفي وسط القبة ضوات. وقع من وات هاد العز العظيم، وسبحان المنان الكريم، كرمها من بعد الخوف. والملك فيها غير تيشوف، حتى عنو على عرس السلطان بالزين الفتان. رقصت الناس والموسيقى دوات، وحتى الطيور غنات، وقالت: هني وهني من الخبزة تهنات، سعدي يا الريم يا زينة البنات. وبالزربات دربت على الجو الجديد، وكان كل يوم عندها عيد. واحد النهار سمعت صوت حزين من بعيد تيسعى، وكلنا نسعوا باب الله. أمرت الوصيفة تدخلها وتغسل ليها، ومن الخيرات تعطيها، حيت عقلات على الشدات، وشحال من نهار ما كلات. وقالت ليهم: بغيت نرتاح حداها. تعجبوا واستغربوا، قربوها لي وخليوني معاها. وهي تعقل عليها، قالت: هادي مرتبة، ياك ما دايراها سبة. ولكن المرأة ما عقلات، حيت البنية راها تبدلات. وقالت ليها: واش عرفتيني؟ قالت ليها: فكريني، اللي نعرفهم بزاف. قالت ليها: وفين بويا وخوتي؟ ردت عليها: عليك انتي الهربة اللي هربتي، اعطيني خبزتي، اعطيني خبزتي. بغات تحميها غوات، وعلى الشر نوات. وهي تأمر حراسها الخاص يحملوها خارج البلاد، ويسكنوها في دار الجواد، ما يخصها خير. وردوها بحال شي طير في القفص، غير الماكلة والنعاس. وما زال الطير تيغني: اما لالا هنو ما تهني ما تدني، كيف كيقول المثال. وعلى كل حال، راكم سيادي وسادتي ديما في البال، ما نكملش لكم الحكاية، هذا محال. يا سادة يا كرام، السلطان الهمام قال الملكة: اجي نبدلو الجو في جنان الخضر، نمتعو البصر. قالت له: امرك مولاي يتنفذ في الحال، الرحلة تغير الحوال. امر عامل الموكب يرحل، ومن باب الكبير الجنان دخل، فوق ما تخيل وتحير في الشكال والانواع. وفرحات اللي جاع، واد بقناطر، وشلا المياه تقاطر، عشاقة النظر. وحتى الدالية من الدخلة بحال الحرس من الجناب. وقت العنب طاب، وسبحان الله، عنقود كحل عنقود بيض. منظر يفتن مالوش ندر في جنان الخير. وحتى حلات بيناتهم الجلسة، ومن البعد حاضيهم العسة، وهما ينبتوا جوج قطيبات صغار، كاع ما تنبهوا لهم النظار. كلها حاير في جهة. وسمعت قطيب تيقول: اعطيني خبزتي. والاخر تيرد عليه: ما عنديش. وهي تبقى تصيك وتضحك. والملك ما فهم والو، حيت ما سمع والو. وجه سؤالو ليها: ايوا ضحكينا معاك، رحنا زعما حداك. قالت له: يا مولاي، ما كاينه حتى حاجه، غير ضحكت وكان. قال ليها: ما كاينش شي ضحكه بلا سبه. وبغى يدير من الحبه قبه، ودارها، وبغواتو شعل نارها. ومنين بغات تداويها عماتها، ومن خرجت كلمتها قالت له: يا مولاي، اللي ضحكني هو داك المنظر نتاع العنب الكحل اللي معنق العنقود الابيض. صفعها بالجهد وفهمها غلط، وما كفاها حلوف ولا تعياط. قال لها: عينك في عبدي، انا غادي نطير له الراس بيدي، وانتي خرجتي خطيه، وحكامك غادي يكون قاسي، والغدرك ما ناسي حتى نموت. وهي الخوت لهلا ينزل علينا باطل، راس العبد بسيفه طار. وهاد السر بقى غير في وسط الدار. مرت السلطان في كل ليلة تتحمل الراس المقطوع،
وتطوف به بالحفا والجوع. مسكينة، اش هاد العذاب؟ بالحق كل شي مقدر ومكتاب، وانا معاكم مازال الحباب. يا سادة يا كرام، في شي يوم من الايام حكيمة النساء نجمة بغات تبيع عقد الجوهر، وقصدت دلالة معروفة. قالت ليها هاد الايام السوق بارد والحركة عيانة، سلعتك مزيانة لكن الغالب الله، يمكن تبيعيه لمرت السلطان بعدا عندها وهانية وصافي ليها الحال، غير سيري راه تتسخب المال. الحكيمة شاوروا عليها المشاورية، قالت ليهم غادي نسلم هاد الهدية للات البنات. الملكة بحال اللي ما كاين والو رحبت واستقبلات، وفي وجهها ضحكات. تعاودوا الخبارات ولقات الحكيمة ما جايبة خبار، وبدات الهضرة على ما حكاتو الدلالة الحكيمة الفهيمة. وردت عليها الملكة انا خاطري هاني، غير سايني حتى يطيح الظلام وتتفرج على غرايبي ومحيني، غير سايني. وفعلا فركينة تخبعات، شافت وتبهضات حتى عيونها دمعات، بعينيها وما صدقات. وحيت كملات المرا جفلات، رشتها بميها حتى لعقلها رجعات. وقالت ليها ايوا كيف جاك عذابي؟ ردت عليها غادي تتفاجئي بسبابي، والعبد غير سباب، والله يفتح باب الخير والتيسير. ودابا سبعيني مزيان ووشميها في هاد المكان. غدا منين يبغيو يحملوا ليك الراس رفضي وقولي لا، وصوتك يتعلى عليهم حتى يجي اللي تيامر عليهم. وقولي لا، ومنين يسولك قولي له ماشي انت هو قحطان بن زهران. وداكشي اللي كان، حتى قال لها واش كاين شي سلطان شهر مني؟ ردت عليه سول الحكيم الشجعان. وغير جاوبو الحكيم بيه جمع العدة والعتاد، ولا غد ليه خوا البلاد. بعد ايام وصل البلاد المقصود، وشوف والله المعبود تيمهد السباب، والبنت بعدا في هاد المدة تهنات من العذاب. استقبلوا قحطان، وبعد الراحة حكالو مزيان كل شي بالتفاصيل. جاوبو اللي بان ليا غير الشك عمى عينيك، كون تريضتي الله يهديك. دابا راه خيط المحبة تقطع، وبقات عينين الملك تتدمع. قال له يا سلطان لا تبكي، عندي حل، تاخدو عندي عاد ترحل. هادو 3 د القرقاعات مبخرين بهوا البنات، وغير توصل اعطيها تهرس الاولى في نص النهار، والثانيه في نص الليل، والثالثه مع الفجر. وغير صبر غادي بتربيع المحبه، وهادي راه غير سبه. السلطان بعد مده وصل، تقرب ورغب، وما جا فين يكمل تهرس القرقاع حتى الملكه سمعت حركه بصداع عفريت ظهر في مكان. وقال لها انا مأمور ناخدك في الحال لعند الملك قحطان. وبلا ما تفكر تحسم الامر، وقف قدامه وهو ينظر وقال تيعطي ربي الفول اللي ما عنده سنان، كيفاش يفرط في هاد الزين الفتان؟ ومن نسولها على صداقها قالت له صداقي تجيب الباقي من خوتي ولا كان عايش با. واحتمرت با، وامر عامل العفريت جاب المطلوب، والسلطان حقق المرغوب. والسلطان القديم مات من الكروب. وانتم يا ساداتي على الله تكونوا متعتوا القلوب، والصابر فينا هو المحبوب، وبنادم راه حجر وطوب. وهكذا حجايتنا مشات مع الواد، وما يفهمها غير الجواد.